بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان، أنا اليوم جتني بنتي تبي أحل لها درس في كتاب التربية الأسرية للصف الثاني الابتدائي. تفاجأت الدرس وشو؟ عن عشرات المرور، وعن إيش؟ طبعا لأنها ما عرفت، كتبت لها كملي هنا. تخيلي إنك رجل مرور ما نصيحة توجهنا، يعني واحدة عمرها 7 سنوات، إيش تبي تقول نصيحة للسائقين؟ ولا هالإشارات بعارين وعدم وقوف ودوار، إيش يخص الطالبة في الموضوع زي هذا؟ والله يعني صراحة وزارة التعليم شيء عجيب. لا، ومعد الكتاب مين؟ نخبة من المختصين. الحين إذا نخبة من المختصين، إيش دخل طالبة عمرها 7 سنوات في موضوع زي هذا؟ يعني شيء عجيب. ولا الأبلة قايلة لها الأبلة روحي خلي أبوك يحل. طيب إذا أبوها يحل ليش تدرسونها؟ ليش تدرسونها شيء زي هذا؟ إذا ما هي تحل طبعا ما راح تحل. يعني بالله هذا بعرين، يعني يا شيء عجيب. لا يقول لك يصادفها. ولا شيء ثاني، ما عقوبة نتائج كما يلي، اللي هي إيش؟ مخالفة أنظمة المرور. والله العظيم شيء عجيب، شيء عجيب في التعليم. إحنا كما أيامنا بصف ثاني كوكو كوكو وصاح الديك، من صاح الديك لمخالفة أنظمة المرور عسكري. بتعطونها رخصة، أنتم بتعطونها رخصة، بدرسونها شيء هذا ليش؟ يعني والله العظيم شيء عجب. أنا لما أخذت الرخصة ما درست زي كذا، بدرسونها حاجات زي هذه. ولا عدم ربط حزام الأمان. إيش تبي تكتب الطالبة هنا؟ يعني 150 ريال مخالفة، عدم تقييد بإشارة المرور. إيش يعني؟ إيش تبغى تكتب؟ إيش هو الحل؟ إيش؟ أنا ماني عارف الحل. هي كيف بدها تعرف الحل؟ تكتب إيش؟ 500 ريال ولا ساهر بيصورك؟ شيء عجيب عجيب مستحيل. لا، كمان في شيء ثاني بفرجيكم عليه، اللي هو شوف بالله عليك، أمامك دوار. إيش تخص الطالبة أمامك دوار؟ انعطف يمين، إشارة مرور. شيء عجيب. بالله ما تستحون، بالله هذا كتاب، هذا علموها شيء ينفعها. تربية أسرية، هذه تربية أسرية على الإشارات والمرور، على الإشارات والمرور تربية أسرية. خلوها تكبر، علموا العيال بصف ثاني متوسط، ثالث متوسط ما يعرفونها، تعلمونها واحدة بصف ثاني ابتدائي. شيء عجيب والله.